السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد عودة راندي اورتن الضخمة ورجوع سي ام بانك اللي شعل الجماهير بعد العرض ما خلص والكاميرات اتقفلت، حصلت خناقة بين سي ام بانك وسيس فريكنج رولينز، وسيس رولينز كان عايز يضرب سي ام بانك. هو ايه قصة الحوار ده ولا ايه اللي وصلهم لكده؟ تعالوا احكي لكم السبب والقصة بتاعت سي ام بانك من ساعة ما ساب الدبليو دبليو اي لحد ما رجع لها تاني. وقبل ما ابدا حابب افكركم باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا. سي ام بانك كان اخر يوم ليه مع الدبليو دبليو اي كان في 2014. كان اخر ماتش شارك فيه كان الرويال رامبل بتاعه سنه 2014. سي ام بانك بعد ما تم اقصائه من الماتش بتاع الرويال رامبل خد بعضه وراح على غرفه المصارعين بتاع تغيير الهدوم ولما حاجته ومشي وبدون اي سبب وبدون اي مقدمات. طبعا ده ليه؟ سي ام بانك كان عنده مشكله في الاول مع تريبل اتش انه سي ام بانك يتصدر الحدث الرئيسي اللي هو المين ايفنت بتاع راس المنيا، لكن تريبل اتش كان العقبه بالنسبه له ان هو يعمل كده. فسي ام بانك بعد ما مشي وساب الاتحاد بالرغم ان هو بينه وبين الاتحاد عقد، جاله جواب الطرد من الدبليو دبليو اي يوم فرحه من اي جي لي. ومن بعدها سي ام بانك ساب المصارعه خالص وكان فقد الشغف خالص من ناحيه المصارعه بعد المشاكل اللي كان عاملها في الدبليو دبليو اي وكمان مع المصارعين. راح يشوف حياته في اليو اف سي ولعب الام ام اي لكن ما عرفش وما نجحش فيها، وبقت كل شغلته انه ممكن مثلا يظهر في ايفنتات احداث كده يعني، ودماغه ما كانتش بتجيبه خالص ناحيه المصارعه لانه كان فاقد الامل فيها، وفضل اكتر من 7 سنين بعيد عن عالم المصارعه. لكن مع ذلك الجماهير كان عندها امل وعشم ان يشوفوا سي ام بانك في يوم من الايام، لان سي ام بانك فعلا حقيقي جدا هو موهبه تقيله قوي ومن احسن المصارعين جدا اللي يعرفوا يتكلموا على المايك ويتحكموا في الجمهور بطريقه الكلام بتاعته، وكان عنده جرأه في ان هو يتكلم براحته عادي خالص من غير ما حد يقول له حاجه. حتى لو انتوا فاكرين الفقره اللي عملها في 2011 قدام جون سينا، حتى هم كانوا مسمينها القنبله لان هو هنا يعتبر كان بيتكلم بلسان الجمهور، وده اللي حبب الجمهور فيه اكتر. سي ام بانك يعتبر النجم الاول لمدينه شيكاغو، وكانوا دايما لما يتعمل اي عرض مصارعه في مدينه شيكاغو ما يقدروش يفوتوه من غير ما يهتفوا باسم سي ام بانك، لحد ما جت سنه 2019 وتاسس اتحاد الاول اليت راسلينج اللي بيقدروا يقدموا فيه مستوى مختلف شويه في اللعب المصارع عن الدبليو دبليو اي، ان هم يزودوا درجه العنف بزياده ويدوا مساحه كويسه للماتشات اللي بيلعبوها، لحد ما جت سنه 2021 وقدروا يقنعوا سي ام بانك من ان هو يرجع تاني للمصارعه. وكمان على راسهم كان كودي رودز اللي ليه علاقه صداقه بسي ام بانك برضه، وكان ساعتها كودي رودز لسه في اتحاد الاي دبليو ما راحش الدبليو دبليو اي لسه. بعدها طلعت اخبار واشاعات ان سي ام بانك مضى مع اتحاد الاي دبليو لحد ما جه عرض اي دبليو كان هيتعمل في شيكاغو، عرض رامبيج بتاع الاي دبليو، وتوني خان رئيس الاتحاد الاي دبليو حجز قاعه كبيره جدا وحط تحتها اعلان مفاجاه كبيره جدا لاهالي شيكاغو. المبيعات بتاعت التذاكر خلصت بسرعه والقاعه اتملت جامد جدا، وبدا العرض وافتتاح العرض باغنيه سي ام بانك. الجماهير صرخت من الفرحه. سي ام بانك ظهر اخيرا على حلبة مصارعه بعد غياب 7 سنين اللي هم كانوا فاقدين الامل ان سي ام بانك اصلا يرجع تاني. سي ام بانك رجع ولعب بمستوى حلو جدا في الاي دبليو بالرغم ان هو اعتزل فتره كبيره، لكن كان مستواه لسه موجود وكان سنه 43 سنه وقدر تاني يتكيف مع الحركات والضربات وكان بيقدم ماتشات حلوه بصراحه. بس سي ام بانك كان لا يخلو من المشاكل برضه. سي ام بانك كان شايف نفسه شويه على المصارعين هناك بتوع الاي دبليو منه كان هو اكبرهم سنا واكثرهم خبره، وطبعا اللي مؤسسين الاتحاد هم الاليت اللي هو هانجي مان بيج واليانج باكس وكودي رودز وكيني اوميجا، وسي ام بانك ما كانش عاجبه ده. طبعا اتحاد الاي دبليو سمح لسي ام بانك ان هو يتكلم بحريته من غير ما يحضر سكريبتات، فسي ام بانك طبيعي لما بيطلع يتكلم كان كلامه كله بيبقى ارتجالي، وهو كان شاطر جدا في ان هو يتكلم وكان بيعرف يعلي اي سيناريو مع اي مصارع بطريقه كلامه ويشدك للقصه اللي هو بيعملها. وبصراحه احلى قصه هو كان عاملها اما كان قدام ام جي اف لحد ما جات له فرصه لسي ام بانك ان هو يلعب على البطوله. في الفتره دي سي ام بانك بدا يطلع يشتم الاليت واليانج باكس وهانجي مان بيج، والموضوع ده ما كانش تحت السيناريو، ده كان حقيقي، لحد ما جه الماتش بتاعه قدام هانجي مان بيج واخد منه الحزام وكان بيلعب بالمستوى العنف عادي خالص بتاع الاتحاد، ما كانش بيقلل من ضرباته. مشكله سي ام بانك ان هو غايب عن الحلبه بقاله كتير، فده ادى لاصابه سي ام بانك بعد ما كسب الحزام وما كملش بيه اسبوعين، كان سابه بسبب الاصابه. وبعد ما رجع من الاصابه طلب ري ماتش على الحزام وبرضه كسبه، لكن كان برضه سي ام بانك لا يخلو من الاصابات، ويا ريته ايه يعني يسكت على كده. في اليوم اللي اخد فيه الحزام في الكواليس حصلت خناقه بينه وبين اليانج باكس وكيني اوميجا، وكانت خناقه وصلت لضرب فعلا وضربوا بعض كلهم لحد ما توني خان رئيس الاتحاد وقفهم كلهم كعقوبه ليهم على اللي هم عملوه. سي ام بانك في الفتره اللي كان موقوف فيها عن المصارعه في الاي دبليو كان بيحن جدا للدبليو دبليو اي لان هو شايف ان هو ده بيته وهو اللي اتاسس فيه ونفسه يرجع تاني هناك، فقرر ان هو يروح يجرب حظه كده معاهم هناك، وراح كواليس عرض الرو منها يشوف الاداره لو هيعمل معاهم مفاوضات ومنها يشوف المصارعين يسلم عليهم، اي حاجه تفتح له باب ان هو يرجع. لكن فينس ماكمانز كان ساعتها موجود في العرض ده ومشى سي ام بانك عشان كان ساعتها سي ام بانك لسه على عقد مع الاي دبليو وما ينفعش يظهر في اي اتحاد تاني غير في الاتحاد بتاعه لان ده ممكن يعمل مشكله مع الدبليو دبليو اي. توني خان ما يقدرش برضه يستغنى عن سي ام بانك لان عارف ان سي ام بانك هو اللي بيحقق له مبيعات وبيجيب له مشاهدات
والحاجه الوحيده اللي يقدر يقف بيها قدام الدبليو دبليو اي انه يقدر يغيظ الدبليو دبليو اي بسي ام بانك وهو معاه. لحد ما توني خان عمل عرض جديد في الاي دبليو جنب عرض اي دبليو داينامايت، عمل عرض اسمه اي دبليو كوليجن، وسابوا لسي ام بانك التحكم ليك الاول والاخير. انت ليك تحط الماتشات مين وتحط المصارعين مين اللي يكونوا معاك في العرض ده، وكل حاجه تحت تحكمك انت. ودي طبعا حركه ضايقت المصارعين اللي في الاي دبليو، لو انت ازاي سايب التحكم لمصارع بس هو اللي يتحكم فينا كلنا وتخليه هو اللي يطلب مين ويمشي مين في العرض ده. فخلاص جزء المصارعين بتوع الاليت بيشاركوا في داينامايت، وسي ام بانك من المصارعين اللي هو مختارهم بيشاركوا في كوليجن، لان توني خان لا يقدر يستغنى عن سي ام بانك ولا يقدر يستغنى عن الاليت. لحد ما جه عرض اولين اللي حصل في انجلترا، ويعتبر العرض ده كان بمثابه زي راس المنيا في الدبليو دبليو اي، ان هم كانوا جايبين في العرض ده 81,000 متفرج. فطبعا رقم زي ده بره دبليو دبليو اي يعتبر نجاح كبير. كان في ماتش بين جاك بيري قدام هوك. سي ام بانك كان مبلغ جاك بيري بان سيناريو الماتش ده ما يستخدمش في العربيه بتاعته ازاز حقيقي، يحط ازاز بلاستيك. الواد ده ما سمعش الكلام واستخدم مع ذلك برضه ازاز حقيقي. وبعد ما خلص الماتش وراح الكواليس، سي ام بانك مسك الواد ده وراح ضربه. جه توني خان يحوش ضربه هو كمان برضه، يعني حسب الاخبار اللي طلعت. سي ام بانك بعد الموقف ده كان عنده ماتش قدام سموه جو في العرض، وما كانش عايز يطلع ولا يلعب الماتش، لحد ما سموه جو عشان هو بس وهما الاتنين صحاب اقنع سي ام بانك ان هو يخرج يلعب الماتش. وسي ام بانك لعب الماتش ده وكسبه قدام سموه جو. بعد ما رجع الكواليس طبعا سي ام بانك متضايق من اللي حصل له، وجاله توني خان قال له انت مشاكلك كترت قوي معانا، وفسخ العقد بينهم وبين بعض. واعلن توني خان ان هو مشى سي ام بانك في اول شهر 9. فده فتح الباب تاني لسي ام بانك ان هو يرجع لدبليو دبليو اي. ورجع سي ام بانك لتريبل اتش وتصالحوا مع بعض وعملوا اتفاقات ما بينهم وبين بعض، وكل الكلام اللي حصل ده كان بشكل سري. فعلا دبليو دبليو اي بدات تلمح لعوده سي ام بانك بس بطريقه غير مباشره، عن طريق ان سيس رولانز ممكن في البرومو بتاعه يقول بيست ان ذا وورلد عادي، عن طريق ان مثلا شينسكي ناكامورا يعمل الفينش بتاع سي ام بانك برضه عادي. هي دي كده اصلا من حركات شينسكي ناكامورا لما كان بيعملها في اليابان. كل دي طرق غير مباشره بس بتلمح لك. وطبعا عشان عرض سرفايفر سيريس معمول في شيكاغو، فكل الجماهير متوقعه ان سي ام بانك هيرجع فيه. بس الدبليو دبليو اي علشان تمنع التوقع ده اعلنوا عن عوده راندي اورتن، عشان الناس كلها تركز في العوده بتاعت راندي اورتن وتنسى سي ام بانك خالص. لما اعلن كودي رودز عن انضمام راندي اورتن للفريق بتاعه، فكل الناس خلاص مستنيه عوده راندي اورتن وشالوا العشم بتاعهم من سي ام بانك شويه. بس جم برضو على عرض سرفايفر سيريس ما هديوش، برضو قعدوا يندهوا باسم سي ام بانك على امل برضو ان هو يظهر. وفعلا تريبل اتش لعبها صح، ما كانش مبلغ المصارعين بعوده سي ام بانك، وبعد ما خلاص العرض خلص هوبا فعلا ظهر سي ام بانك. ودي كانت الحاجه اللي مش متوقعه فعلا بين الجمهور، خصوصا ان سي ام بانك رجع بعد ما العرض كان خلاص خلص. وتريبل اتش عرف يحل الخلاف اللي بينه وبين سي ام بانك، وعرف يوصلوا لحل مع بعض، لان عارف ان سي ام بانك ده مصارع عالمي وهيقدر يحقق له المبيعات بتاعته. وكمان هو عايز يضرب الاي دبليو باي طريقه، لان الاي دبليو عرفت في شهرين تاخد ايدج، وخدت كمان ويل اوسبري اللي كانت الدبليو دبليو اي عايز تمضي معاه وتاخده. وكمان جددوا العقد بتاعهم مع المصارع والنجم الاول بتاعهم ام جي اف اللي برضه كانت الدبليو دبليو اي عايزه تاخده. فكده كان المبدا واحد بين تريبل اتش وسي ام بانك، واللي هو ان هم عايزين ينتقموا من الاي دبليو بمبدا عدوي صديقي. بس سي ام بانك برضه كان لا يخلو من المشاكل، عنده في كل حته مصارعين مش طايقينه، زي سيس رولنز اللي مش طايقه، واللي فعلا سيس رولنز طلع في كذا لقاء نفسه انه سي ام بانك ما يرجعش تاني دبليو دبليو اي. ونفس الحوار رومان رينز ما بيطيقش سي ام بانك، فعشان كده سيس رولنز كان متضايق انه شاف سي ام بانك رجع. فلما الكاميرات قفلت سيس رولنز نزل وكان عايز يروح يضرب سي ام بانك، والمعلقين اللي حشوه، وطبعا دي حاجه مش بتاعتهم يعني. فسيس رولنز قعد يشتم وخرجوه، ولما كان مش عارف يوصل له قعد يرفع له ايده وعمل له حركات بصوابعه والحركات اللي انتوا شفتوها في الفيديو دي. فهل تريبل اتش هيعرف يحل الخلاف ده ويقلبها العداوه ما بينهم برضه في سيناريو، ولا ايه الدنيا؟ هنشوف مع بعضينا الاحداث هتمشي على ايه. وبهنا اكون خلصت معاكم رحله سي ام بانك للعوده الى الدبليو دبليو اي. ولو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تكتبوا لي تحت في التعليقات تقولوا لي رايكم، وتقولوا لي ايه السيناريوهات المتوقعه لسي ام بانك الفتره اللي جايه. وهنا انا اكون خلصت. سلام عليكم.